ازيكم؟ اخباركم؟ كله تمام؟ اهم المشاريع هنا في البرازيل براس مال قليل جدا. يعني ممكن تبدا ب $1000. كلمه يوتيوبرولي اكيد. ممكن تبدا ب $1000، ولكن ازاي تبدا حياتك في البرازيل؟ اولا هجيب مصاريف 6 اشهر وتتعلم اللغه. في مدارس هنا كلها ببلاش، يعني تاخد الكورس ببلاش هنا في البرازيل. يعني بيعلموك اونلاين وبتحضر محاضرات وتاخد شهادة بتفيدك بعد كده في موضوعات كتير. يعني بعد ما تتعلم اللغة ممكن تبدأ مطعم من البيت. تبيع الأكل بتاعك على البيت، في البيت، على تطبيق اي فود. تمام. الناس كتير اعرفهم اصحابي شغالين في الموضوع ده، وربنا بيرضوهم مثلا $50، $60، $80 في اليوم صافي. تمام. الموضوع ده سهل جدا. فانت بتجيب حاجات الطبخ طبعا، وبتفتح شركة مي اللي انت صاحب مطعم، وتعرض اكلك على التطبيقات. الاكل هنا في البرازيل ومشهوره جدا والناس كلها بتطلب منها. تمام. بتبقى بتحتاج انت صوره حلوه للاكل بتاعك، ولازم تكون الخامات نظيفه، ولازم تكون الطعم والمذاق كويس جدا، لانك انت هتربي زبون بصفه مستديمه. سواء حلويات، اكتر حاجه بتمشي هنا الشاورما اللي على الصاج، الهمبرجر، البيتزا، الحاجات دي كلها بتمشي وتباع من البيت وزي الفل، والناس شغاله كتير يعني في الموضوع ده. تاني حاجه ممكن تشتري حاجات لبس من تجار الجمله، وتبيعهم في سوق براس، تاخد لك باكيه في الشارع، او تبيعهم اونلاين. وفي ناس كتير شغاله اونلاين ونسبه دخلها 80% من الاونلاين. تمام. فهو الاونلاين في البرازيل في ثقة. والمواقع اللي بتفتح لك متجر عليها زي ماركادو ليفري، شوبي، الحاجات ديت بتفتح كونتا. ولازم يكون عندك ايه، شركة برضو مي. شركة مي دي بتفتحها بسهولة جدا عبر الانترنت، وبتدفع لها $70 كل شهر. تمام. فالافكار ديت ممكن ما تكلفكش $1000 او 1500. اهم حاجه ما تشتغلش عند حد عشان انت هتتبهدل ومش هيدوك مصاريف. اهم حاجه في البرازيل التجاره والبيزنس والاعمال الحره، غير كده لا. تمام. سلام.